إذا في خضم تصاعد التوتر على الحدود المغربية الجزائرية مؤخرا ودق طبول الحرب من بعد صقور الكبرنات بالجزائر، كان لزاما علينا أن نوضح نشأة وتفاصيل قيام الدولة الجزائرية الحديثة. ولكي نعرف أصل الحكاية كان لزاما علينا العودة بالزمن إلى الوراء، وبالضبط إلى سنة 1830، حيث أرغم العثمانيون خصوصا بعد حادثة المروحة سنة 1927 على بيع إيالة الجزائر لفرنسا. إيالة الجزائر التي كانت تقوم في المنطقة الشمالية فيما يعرف الآن بالجزائر، أو كما ترون في الخارطة أسفل. إذن وبعد أن تسلمت فرنسا إيالة الجزائر من العثمانيين، ورغم أن منطقة قسطنطينة ومنطقة